لقاء وموعد كالعادة. بس النهاردة معنا المسلسل الأضخم، مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز. اطمن. ملخص قصة المسلسل: بتدور أحداث هذا المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2024 في إطار القرن ال11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين. لنتعرف سويا على ما هي طائفة الحشاشين. مفيش ألم، مفيش موت، في طيران أسرع من البرق لروحك، من هنا للجنة. وأنا صاحب مفتاح الجنة، أنا حسن بن الصباح. هي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية انفصلت عن العبديين الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري والقرن ال11 ميلادي، لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، واشتهرت ما بين قرن الخامس والسابع هجري الموافق 11 و13 ميلادي، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران. وكانت طائفة الحشاشين على خلاف مع الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لها كالسلاحفة والخوازرميين والزنكيين والأيوبيين بالإضافة إلى الصليبيين، إلا أن جميع تلك الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب. الذي أسس طائفة الحشاشين هو حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، ويعتبر واحد من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لنشر الدعوة في فارس. سريعة عن قصة مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز. وأنا صاحب مفتاح الجنة، أنا حسن بن الصباح.